ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة هنعمل طاجن بيض بالبشاميل، بس يا جماعة بجد خطير. حلو قوي للفطار وحلو قوي كمان لفطار يوم الجمعة، بيبقى بجد طبق كده رهيب. لازم تجربه. اول حاجة عندي طاجن هدهنه كده دهنة زبدة كويسة قوي او سمنة زي ما تحبوا. بعد كده هكون انا بقى محضرة كده بشاميل يكون خفيف. هحط منه حوالي 5 معالق كبار. وبعد كده هبدأ انزل عليه بقى بكل الخضار اللي عندنا. انا حطيت فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، وكمان حطيت طماطم مكعبات. تقدروا بقى تضيفوا الخضار اللي انتوا عايزينه، ممكن كمان تضيفوا جزر مبشور زي ما انتوا عايزين. ممكن كمان تضيفوا هنا تركي، مشروم، كمان ممكن تضيفوا بسطرمه زي ما انتوا عايزين. الاضافات كل ما بتضيفوا حاجه بتدي طعم حلو قوي للطاجن ده. هزود كمان شوية البشاميل كده وهقلبه كده في الخضار كويس قوي. بعد كده هحط بقى رشة ملح صغيرة ورشة بابريكا صغيرة ورشة كده من الفلفل، وهديهم برضو تقليبة. بعد كده هكون محضرة بقى شوية جبن بقى زي ما انتوا عايزين. جبنة شيدر، موتزاريلا، رومي، اي بواقي عندكم في جبن في التلاجة بتبقى خطيرة. هحط بقى ال3 بيضات بتوعنا. وبعد كده هدي كمان رشه من البهارات، فلفل اسمر وبابريكا ورشه ملح كمان. بعد كده هدي تقليبه بسيطه كده للبيضه كده من على الوش زي ما انتوا شايفين. ممكن كمان تضيفوا على الوش شويه بشاميل، بس انا اكتفيت بالبشاميل اللي احنا حطيناه في الخضار من تحت، واحنا كمان ادينا له تقليبه صغيره فكله اندمج مع بعض. لو عايزين تضيفوا كمان شويه بشاميل منه على الوش وبعد كده ترشوا اجبان زي ما انتوا عايزين. انا رشيت اجبان وبعد كده حطيت بقى كده ربع معلقه صغيره كده من الزبده او السمنه كده على الوش، وبدخله الفرن بقى على درجه حراره 180. بجد مش قادره اوصف لكم بيطلع خطير ازاي. طعمه بجد وريحته وبيبقى كده خطير. حلو قوي للفطار وكمان حلو جدا لفطار يوم الجمعة، بجد بيبقى حكاية. جربوا وصفة البيض الخطيرة دي. غير بقى وصفات البيض التقليدية هتعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم حلو قوي الفطار وحلو قوي كمان لفطار يوم الجمعة. بجد هتستمتعوا بأحلى طاجن بيض ممكن تكونوا جربتوه. طعمه لذيذ جدا، لازم تجربوه.